السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة دايما. النهارده ان شاء الله نحل اول بارت عندنا. خلي بالكم لان يونت 2 انا بحل في يونت 2 كتاب جيم ان في كذا جرامر في كذا بارت، فانا مقسمه بارت 1 بتكلم عن المقارنة. النهارده هنتكلم عن الكومباراتيف، مقارنة ما بين واحد او واحد وكتير. خلاص كده تمام. طيب خلينا نبدأ بسم الله. انا بحل في بيج 67 عشان تبقوا عارفين كتاب جيم. خلاص كده يلا بسم الله الرحمن الرحيم. The red apples are space than the green ones. red apples جروب تفاح لونه احمر، جروب تفاح لونه اخضر. خلاص كده ما عندي جروب هنا وجروب هنا، بعمل مقارنة ما بين الجروب ده والجروب ده. وعندي ذان، بص بقى اعرفها كده ثابتة، مادام ذان موجودة يبقى ER او more او less، يبقى حاجة من التلاتة دول لازم يبقوا موجودين مع ذان موجودة ER أو مور أو لس. طيب أنت عندك الصفة اسمها إيه؟ سويت يعني حلو، طعمه حلو. يبقى the red apples are إيه؟ are sweeter، وهزود لها ER بس. طب ليه زودت لها ER بس؟ عشان دي short adjective، صفة قصيرة. طيب اللي بعديها بسم الله. This book الكتاب ده is interesting than that one، يبقى بقارن ما بين الكتاب ده والكتاب اللي هناك ده. I like it most، أنا حبيت ده فعلا جدا. يبقى هقوم قايل إيه؟ This book is إيه؟ وعندك than كاتبين أهو يا ER يا more يا less، يبقى more، ولازم أكتب كلمة interesting. يبقى تاني اهو بالراحة اهو. ليه كتبت كلمة مور يا مستر؟ عشان الادجكتيف هنا كبيرة. interesting. طيب this is a heavy box I have ever lifted. ده صندوق تقيل I have ever lifted، أنا ما شلتش صندوق زيه، أنا ما حملتش صندوق زيه. يبقى this is the heaviest، وهشيل الواي واحط مكانها اي واكتب الاي اس تي. يبقى تاني كده بالراحه اهو. انا ليه يا مستر كتبت ده واي اس تي مع كلمه هيفي؟ الصفه هيفي عشان مقارنه ما بين واحد وكتير. طب فين الواحد والكتير دول؟ ما انا بقول لك بالمعنى العربي اهو. ده اتقل صندوق انا ما شلتش زيه، ده اتقل صندوق انا ما حملتش زيه. يبقى بقارن ما بين الصندوق ده وباقي الصناديق اللي انا شلتها. اللي بعديها بسم الله. It is good to buy clothes in shops than online. كده أنا بقارن ما بين، ده من الأفضل أنت تشتري الهدوم in shops في المحلات عن الأونلاين. يبقى مقارنة ما بين الهدوم في المحلات، مقارنة ما بينها أونلاين. يبقى الإجابة تبقى إيه يا مستر؟ الإجابة تبقى better. طب ليه better؟ عشان عندك than راحت فين أهي؟ than أهي ورميها لك في الآخر. ركز في الحتة دي، مش لازم than تيجي بعديها على طول. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، عشان في كتير من الطلاب حافظ ومش فاهم. اصل الاقي ذان بعديها يبقى اكتب على طول اي ار، مش شرط. شوف المعنى بيقول لك ايه. فهمت قصدي؟ طيب اللي بعديها بسم الله الرحمن الرحيم. The red dress يعني الفستان لونه احمر looks more beautiful، يبدو عليه ان هو احلى on her ايه than the blue one. يبقى بقارن ما بين الفستان اللي لونه احمر والفستان اللي لونه ازرق. عامل زي السؤال بتاع التفاح اللي هو اول سؤال. then لا طبعا هكتبها تبقى ايه؟ then بس. اللي بعديها بسم الله. Everest is the mountain in the world، في العالم كله. Everest اللي هو جبل ايفرست. كده انا بقارن ما بين الجبل وكل الجبال اللي في العالم. يبقى اقوم قايل ايه؟ the highest EST. خلاص كده تمام بس. يبقى Everest is the highest mountain in the world. طب ليه قلت highest EST يا مستر؟ عشان هو بقارن ما بين جبل إيفرست وكل الجبال، فلازم أحط ده و EST. اللي بعديها بسم الله. The concert was space most crowded than I expected، عن اللي أنا توقعته. مادام than يا صديقي يبقى بقارن ما بين حاجة وحاجة. يقول لي the concert يعني الحفلة بتكون crowded يعني مزدحم عن اللي أنا توقعتها. يبقى مقارنة ما بين الحفلة دلوقتي واللي أنت توقعته. يبقى the concert was more إيه؟ more crowded than I expected. طيب the Pacific Ocean يعني المحيط الهادي ماله يا مستر؟ is space large ocean on our planet، في الكوكب بتاعنا كله. يبقى أنا بقارن ما بين ال Pacific Ocean
المحيط الهادي ان هو بيكون ايه بالنسبه لكل المحيطات، يبقى دي كده واحد وكتير، يبقى هقوم قايل ذا واكتب كلمه large اللي هي الصفه وازود اي اس تي. خلاص كده يا صديقي. اللي بعديها بسم الله is more useful the mobile or the computer. بيقول لي انهي اللي مفيد اكتر؟ بالنسبه لي الاثنين مفيدين جدا، الموبايل ولا الكمبيوتر، واستخدمهم استفاده ايجابيه. يبقى هقوم قايل ايه؟ مين الذكي اللي يقول لي؟ انا عايز اقول اي واحد فيهم مفيد، يبقى اقوم قايل which is more useful the mobile or the computer. اللي بعديها بسم الله this is the cheaper hotel. ده أرخص فندق I could find أنا لقيته. يبقى هقوم قايل إيه؟ مش أنت عندك ده؟ بقارن ما بين الفندق ده وباقي الفنادق، ما أنا بقول لك ده أرخص فندق، يبقى هكتب كلمة cheap واكتب EST cheapest. اللي بعديها spring is pleasant season of the year. spring يعني الربيع بيكون ايه؟ pleasant season of the year، اكيد ده افضل شهر واحسن شهر وامتع شهر فيهم كلهم. بقارن ما بين ايه؟ السبرينج وبقيه السبرينجز كلها، يبقى هقوم قايل is the واكتب most واكتب كلمه pleasant. pleasant يعني ايه؟ يعني كلمة pleasant يعني جميل لذيذ، وفعلا الربيع ده أحسن شهر ولذيذ وجميل. خلاص كده ثواني عشان تبقى واضحة كلها لحضراتكم بس. يلا بسم الله. ده فيلم was terrible، الفيلم فظيع مريب. I think معنى ذلك إن الفيلم ده سيء جدا، terrible معناه سيء. I think على ما أعتقد it was the bad film I've ever seen. ده أنا ما شفتش بصراحة زيه. يبقى it was the worst film، ده أسوأ فيلم I've ever seen. اللي بعديها your voice is space than mine، عني أنا، the voice is louder. طب ليه حطيت ER يا مستر؟ بالراحة يا معناه your voice أنت صوتك أعلى من صوتي. ليه حطيت ER؟ عشان عندي كلمة than، بقارن ما بين حاجة وحاجة. اللي بعديها بسم الله he thinks Chinese، هو يعتقد إن Chinese إن الصين is a difficult language in the world، في العالم كله بيعتقد ان الصين ان اللغه الصينيه اصعب لغه في العالم كله. بقارن ما بين اللغه الصينيه وبقيه اللغات، يبقى هقوم قايل ده most واكتب كلمه difficult، اكن كلمه difficult ده بعديها عشان بس المساحه لازم اكتب كلمه difficult، لو ما كتبتش difficult ده غلط، ادي نبهت وقلت اهو. طيب this house البيت ده ماله يا سيدي؟ is high than the television tower. خلاص كده تمام، من برج التلفزيون. يبقى بقارن ما بين البيت ده والتلفزيون ايه؟ تاور. يبقى وعندي ذان يبقى احط ER عشان الصفة صغيرة قصيرة ما بتتكونش من كذا سيلابل كذا مقطع. صفة كبيرة زي كلمة expensive، بص متقسمة ازاي؟ expensive. طيب that was exciting movie I have ever seen، أنا ما شفتش زيه. يبقى that was إيه؟ أنا عايز أقول ده أنا ما شفتش زي إيه؟ الموفي ده. it means إن that was إيه؟ the most exciting movie، ده أحسن فيلم وأفضل فيلم وأكتر فيلم شيق. ليه حطيت most؟ عشان بقارن ما بين الموفي ده وبقية الموفيز كلها. اللي بعديها bicycles يعني الدراجات are safe than motorbikes. bicycles are safer than motorbikes. اللي بعديها بسم الله نمبر 8 kettles. الكاتل بيكون ايه بالنسبة لللابتوب؟ والسؤال مهم وفعلا جه في السنين اللي فاتت. كاتل بيكون ايه لللابتوب؟ كتير جدا بيقولوا مور، بصوا على طول كده ما هو حافظه مش فاهم، مور expensive. طيب خلينا نمشي واحدة واحدة في دي. أولا expensive دي صفة كبيرة فتاخد يا إما مور يا إما إيه less. طيب لو قلت مور expensive معناها إن الكاتل أغلى من اللابتوب. هل ده كلام منطقي؟ أنت شايف إن ده كلام منطقي؟ لا يا مستر أقل، يبقى أكتب كلمة less expensive، يبقى less expensive. طب ليه مش مور يا مستر؟ عشان المعنى معناه إن الكاتل أغلى من الإيه؟ من اللابتوب، وده استحالة. طيب this cake tastes يعني طعم الكيكة ده space delicious than the one we had yesterday، عن اللي احنا عارفينه امبارح.
يبقى this cake tastes ايه؟ ها delicious دي short ولا long؟ لا يا مستر دي long، يبقى اقوم قايل more delicious دي طعمها حلو جدا عن the one we had yesterday عن اللي احنا عرفناها امبارح. طيب سمارت فونز التليفونات الحديثة are much easier to use than the old ones are much easier أسهل. طب معلش يا مستر ليه قلت كده؟ عشان عندي ذان بقارن ما بين التليفونات الحديثة دي والتليفونات القديمة، يبقى يحط يا اي ار يا مور يا ايه كمان يا this. طب دي صفة صغيرة يبقى ايه؟ يبقى اي ار. عشان قلت سمارت فونز ار ماتش ايزير اسهل من التليفونات القديمة. بس كده الحمد لله خلصت معاكم بارت 1. استنوني بارت 2 انزله لكم باذن الرحمن بكره. سلام عليكم.